بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفترة اللي جاية هتبقى فترة صعبة جدًا عليّا وعلى كل الناس، وده لإن البنزين زاد، أسعار البنزين زادت. أنا هنا مش جاي أتكلم في السياسة، ولا جاي أتكلم في الاجتماع، ولا جاي أتكلم في الاقتصاد، ولا جاي أتكلم في أي حاجة خالص من الحاجات اللي أنت ممكن تفكر إن أنا باتكلم عليها دلوقتي. أنا هنا جاي أتكلم عن إيه؟ عن إحنا هنشوفه الفترة اللي جاية. للأسف الشديد إحنا عايشين في مجتمع صعب جدًا، حياته كلّها بقت حياة مادية، وللأسف الشديد العالم كلّه كده، بس إحنا كنّا بنضحك على نَفْسنا في وَهْم اسمه الفلوس مش كل حاجة، وأهم حاجة الأخلاق. طبعًا أهم حاجة الأخلاق، بس ده لمّا نكون عايشين في المدينة الفاضلة، إحنا حاليًا عايشين في المدينة الجاحدة، فربنا يسترها عليّا ويسترها على الناس كلّها. أنا مش عارف أقول لك إيه، بس خلّي بالك على نَفْسك وعلى فلوسك، لإن النصّابين كتير أوي في أيامنا، النصّابين كتير بطريقة غبية، الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا يلاقيها منين. بس هنعمل إيه؟ الدنيا صعبة، فالواحد ما ينفعش يصعّبها على نَفْسه أكتر ما هي صعبة. حرفيًا بقى صعب جدًا تجيب القرش، وممكن يكون مستحيل لبعض الناس، وسهل جدًا تصرف القرش، وسهل أوي تصرف القرش لو أنت مش فاهم يعني إيه قرش أصلًا من أساسه. سهل جدًا تفِك ورقة ب20 جنيه تتصرف 20 جنيه إيه؟ هي في حاجة أصلًا دلوقتي ب20 جنيه؟ سهل جدًا تصرف ورقة ب200 أول ما تفكّها خلاص اتصرفت، ده في حاجات دلوقتي بقى تمنها أكتر من 200 جنيه. يعني حرفيًا الجنيه ما عادش ليه قيمة، النُص جنيه قبله ما عادش ليه قيمة، وما عادش في ربع جنيه. ال5 جنيه دلوقتي ممكن تلاقيها في الشارع كده ماشية في الشارع، واقعة في الشارع، قاعدة في الشارع تعيّط، ما حدش أصلًا هيفكّر إن هو يمسكها، لإن أقل مواصلة دلوقتي ب6 جنيه، فحرفيًا ال5 جنيه مش هتكفّيك عشان توصل لأي حتّة. فعايز أقول لك إن في ناس بتلاقي 10 و20 جنيه في الأرض، وما بتفكّرش مرّتين عشان تنزل تجيبها. من كتر ما الفلوس بقى ما عادش ليها قيمة، فخلاص بقى أنا إيه اللي يخلّيني أوطّي وأمسك 20 جنيه والّا 10 جنيه أحطها في جيبي، والله ما فارقة. حرفيًا الناس بقت بتفكّر في الفلوس كإنّها بتفكّر في الأكل والشرب أو بتفكّر إنّها تتنفّس، وده لإن خلاص الدنيا ساحت، وحرفيًا الناس ما عادش عندها أمل. بس هتعمل إيه؟ حاول تعمل اللي عليك، وخلّي بالك لإن بجد، بجد النصّابين كتروا وبقوا في كل مكان، وحرفيًا الناس بقوا مدمنين قمار، على مدمنين رهان، على مدمنين خسارة. وحرفيًا الناس بقت ماشية في الشارع تفكّر إزاي تجيب القرش، وبقوا ماشيين في الشارع يكلّموا نَفْسهم، واللي بيفكّر في إنهاء حياته وإنهاء حياة عيلته، واللي بيفكّر إن هو يهرب، واللي بيفكّر إن هو يرمي نَفْسه في البحر. وحرفيًا بكل معنى الكلمة الناس عايشة حاليًا في حالة من الضباب، مش عارفين إيه اللي هيحصل بُكرة، وبُكرة ده هيكون يوم حلو والّا وِحِش، بس سايبينها على الله، على الله حكايتك وعلى الله حكايتي. وأنا هنا مش باتكلّم في السياسة ولا في الاجتماع ولا في الاقتصاد، أنا جاي أتكلّم وخلاص.